السلام عليكم متابعينا الأعزاء. فكما كان متوقعا من المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن المدرب الجديد للمنتخب الجزائري، والذي من المتوقع أن يكون إما الكرواتي البوسني فلاديمير بوتكوفيتش أو البرتغالي جوزي بايسيرو مدرب منتخب نيجيريا. وأرسل اتحاد كرة القدم الجزائري نموذجا من العقد المقترح بمجموعة من البنود إلى كل من الكرواتي البوسني فلاديمير بيتكوفيتش والبرتغالي جوزي بايسيرو، على أساس أن يتم الحسم في هوية المدرب الجديد للمنتخب الجزائري يوم الأربعاء 21 فبراير شباط 2024. وذكرت جريدة الخبر الجزائرية أن اتحاد كرة القدم الجزائري حدد أهدافا أمام المدرب الجديد للمنتخب الجزائري، وأكد أنه سيتم فسخ العقد في حالة عدم تحقيقها، وهي بلوغ ربع نهائي كان 2025 المنظم في المغرب على الأقل، والتأهل إلى مونديال 2026. وسيحصل المدرب الجديد للمنتخب الجزائري على راتب 120 ألف أورو كحد أقصى، وهو نصف الراتب الذي كان يتقاضاه المدرب السابق جمال بالماضي، بالإضافة إلى مكافآت مالية في حال تحقيق الأهداف المتفق عليها في العقد. ومن بين شروط عقد المدرب الجديد للمنتخب الجزائري هو تعيين مساعد محلي من الجزائر، وهو ما وافق عليها المدربان فلاديمير بيتكوفيتش وجوزي بايسيرو، وجلب مساعد ومدرب للحراس على أن يكون المدرب المحلي الجزائري ضمن الطاقم الفني. ومن بين الأسماء المقرر أن تكون مرشحة لتولي منصب مدرب مساعد للمدرب الجديد للمنتخب الجزائري نجد الأخضر عجالي ونبيل نغيز، غير أن هذا الأخير هو الأقرب للتعيين كونه عمل سابقا مع المنتخب في حقبة الفرنسي كريستيان جوركيف. غير أن اتحاد كرة القدم الجزائري يميل لتعيين البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدربا جديدا للمنتخب الجزائري، رغم أنه يفتقد للتجربة في الملاعب الإفريقية، إذ أنه كان يقود فريق بوردو الفرنسي على عكس البرتغالي جوزي بايسيرو الذي يقود للآن منتخب نيجيريا.